تتواصل بمحكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء لليوم الثالث محاكمة المتهمين في مقتل الشاب جمال بن إسماعيل خلال شهر أوت من العام الماضي بالأربعاء ناثيراس بولاية تيزي وزو. وواصل قاضي محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الاستماع إلى المتهمين بالترتيب حسب التهم المتعلقة بقضايا جنح تلقي أموال من الخارج في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة والوحدة والسلامة الوطنية تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه وجنحة إنتاج وعرض للتداول تسجيلات إضافة إلى جنحة التحريض على التجمهر المسلح وجنحة التحريض على التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم وجنحة التحريض على تخريب ملك الغير وجنحة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني مخصص للترويج لبرامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع. وتمحورت الأسئلة المطروحة على المتهمين حول ملابسات القضية والتفاصيل لمحيطة حول مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، خاصة ما تعلق منها بدخول مركز الشرطة عنوة واقتحام سيارة الشرطة وتصوير الضحية ورفع شعارات للكراهية والدعوة إلى استعمال العنف، ناهيك عن حقيقة علاقتهم بحركة المات الإرهابية وما حل بجثة الضحية من تنكيل. كما تم مواجهة المتهمين بالصور التي تدينهم وبتصريحاتهم التي سبق أن قدموها أثناء استجوابهم من قبل الضبطية القضائية. وتستمر مجريات المحاكمة طيلة نهار اليوم باستعراض مختلف التهم الموجهة ل 102 متهما، من بينهم 4 نساء يواجهون تهما ثقيلة متعلقة بقضية اغتيال الشاب بن إسماعيل خلال الحرائق التي شهدتها ولاية تيزي وزو صائفة عام 2021. تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية بداية هذا الأسبوع من الإطاحة بجماعة أشرار مختصة في إصدار وتوزيع أوراق نقدية مزورة بإقليم ولاية بجاية والولايات المجاورة. تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى الفرقة مفادها قيام شخصين على متن مركبة من نوع أكسنت بنقل مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية المزورة بصدد طرحها للتداول على المستوى القرية السياحية كابريتور. على الفور تم إعداد خطة عمل محكمة ووضع تشكيل أمني محكم بالمكان ليتم رصد أحد المشتبه فيهما على مستوى الشاطئ المسمى الجابية، حاملا بيده كيس بلاستيكي الذي تبين بعد عملية توقيفه أنه يحتوي على مبلغ مالي مزور بالعملة الوطنية من فئة 2000 دينار جزائري بمقدار إجمالي يقدر ب 100 مليون سنتيم و8000 دينار جزائري. في نفس الوقت تم توقيف شريكه المشتبه فيه الثاني الذي كان على متن المركبة السالفة الذكر. بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي، العملية التي سمحت بحجز أجهزة إلكترونية ومعدات تستعمل في عملية تزوير العملة، ومبلغ مالي يقدر ب 6000 دينار على شكل 3 أوراق نقدية فئة 2000 دينار. التحريات المعمقة التي باشرتها الفرقة أفضت إلى توقيف مشتبه فيه ثالث وتحديد هوية المشتبه فيه الرابع الذي بعد تفتيش مسكنه العائلي تم حجز أجهزة إلكترونية مستعملة في عملية التزوير.